السلام عليكم ومرحبا بكم. نتمنى ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير. على بالي بلي طولت الغيبه عليكم وراكم نسيتوني، يعني عارف. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير، تكونوا ان شاء الله بصحه جيده. اليوم جيت وجبت لكم معايا البيتزا كاري المعروفه باينه، تجي شابه وتجي مقرمشه. المهم تبعوا معايا كامل المقادير وطريقه التحضير. نبدو بسم الله على بركه الله. عندي هنا زوج كيسان تاع سميد الرقيق كاع. حنايا هنا في المغرب يقولوا له الفينو، دقيق ديال الفينو، وفي الجزائر يقولوا له السميد الرقيق، يعني الرطب هذاك تاع البغرير. عندي معاه ملعقه، نص ملعقه صغيره تاع ملح وملعقه كبيره تاع سكر. تبعوا معايا مليح المقادير. راح نزيد هنايا ملعقه وشويه، يعني الا كان عندكم ملعقه تكون بومبي ديروا ملعقه بومبي تاع خميره تاع الخبز. وعندي هنايا نص كاس تاع زيت. هنا الكاس هذا اللي يرفد 220 مليلتر. وراح نديرو معاها بيضه كامله. وهنايا راح نديرو الماء. هنايا الماء قد السميد قد الماء. الا درتو كاس سميد ديروا كاس ماء، الا درتو زوج كيسان سميد ديروا زوج كيسان ماء. انا هنا راح ندير زوج كيسان وشويه باسكو نسحق عجين بالزايد. ولا البلا اللي درت فيه تاع 40 على 60. نتوما في حالة اذا كان عندكم هذاك تاع 30 على 40 ديروا نصف هاد المقادير. ديروا غير كاس سميد وكاس كاس سميد وكاس حليب. وبالنسبه للبيضه، بيضه ديروها كامله وربع كاس تاع الزيت. دي في حاله اذا نقصتوا البلا. وانا البلا قلت لكم اللي عندي درت تاع 40 على 60. وراح نضيفوا هنايا ملعقه كبيره تاع خل. وراح نبدا نزيد هنايا في الدقيق الابيض. انا هذا هيبان لكم شويه صفر، هي على حسب النوعيه واللي تكون متواجده عندكم في الدار. المهم نتوما ديروا الدقيق العادي الخاص بالخبز هكا. انا عندي هذا الصفر هذا، ما كاش فرق بزاف، غير في اللون. وراح نلمو بيدينا هادشي. والماء كي ديروه لازم يكون الماء دافي. وراح نلمو العجينه تاعنا نعطوها واحد الدلكه خفيفه كيما راكم تشوفوا. انا راح نسي باش نهبطها في البلان دو طرافاي باش تساعدني في الدليك، يعني غير قسمه تتلم ما توليش كيما هكاك تتلصق كيما هكا. وراح نبدو ندلكو فيها دلكه خفيفه هكا حوالي واحد 4 دقائق كما راكم تشوفوا. ولا شفتوها تلصقت لكم بزاف زيدوا غير شويه، غير رشه هكا تاع دقيق. اذا هنايا لميتها واحد شويه كيما هكا صاي سي بون. هنايا ما ولاش تلاصق. راح نحطوها في بانيو باش نحطوها تخمر. راح نديروها كيما هكاك في بانيو. راح نغطوها بكيس بلاستيكي، لازم يكون كيس بلاستيكي باش ما تلمسناش مع حاجه. ولا كان عندكم جبانه فيها بلاع يعني فيها غطايه، غطوها وخلوها تخمر. هنايا بالنسبه لاصوص تاعنا كنت وجدتها وكان راح لي المورسو. هنايا درت نص كيلو تاع طماطم. عندي ملعقه صغيره تاع سكر، الملح، شويه زعتره، شويه فلفل اسود، وعندي فلفله حمراء، الزيت، وعندي الرند اللي هما ورق سيدنا موسى. كما راكم تشوفوا ديروا واحد 5 ملاعق هكا تاع زيت باسكو هي تبغي الزيت. وبالنسبه للسكر تاني ديروا غير ملعقه صغيره. الملح تاني حسب الذوق، زعتر ديروا هكا رشيشه. الرن تاني واحد درت هكا واحد 4 وريقات. ايه والبصله تاني ما تنسوش البصل والثوم. يعني هنا غير حبه بصله في نص كيلو تاع طماطم ديروا حبه بصله.
حبه البصله تكون متوسطه يعني ما تكونش كبيره بزاف. وراح نديرو الثوم تاني واحد 3 سنينات هكا تاع ثوم، نقطعوهم يعني كلشي هكا مقطع، نغطوه ونخلوها طيب، نغطوها ونخلوها طيب على نار تكون متوسطه. بعد ما طيب وتكمل راح نقلعوا الرند هذاك ورق سيدنا موسى، لازم نقلعوه كامل باش كي نطحنوها ما يغبناش في الطحين. هذاك اصلا ورق سيدنا موسى ما غاديش ينطحنوا. يسيو باش تقلعوهم كاع. هنايا رانا طحناها، شوفوا القوام تاعها كيفاش يجي. وإلا حسيتوها جاتكم زعما بزاف ثقيله زيدوا غير نص كاس ما. اذا هنا نخلوها على جهه ونروحوا نشوفوا العجينه تاعنا. العجينه تاعنا صايبه هنايا راهي خمرت، شوفوا كي طلعت الله يبارك. راح نهبطوها في البلون دو طرافاي باش نحلوها بالحلال. ما تحلوهاش رقيقه بزاف وما تحلوهاش ثاني غليظه بزاف، يعني تكون متوسطه. حلوها على حسب البلاط تاعكم. انا هنا راني حليتها وحطيتها فوق في البلا هنا تاعنا الكبير، وراني نسي باش نضغط هكا في الحواف باش نقلعوا هذوك الزوائد كما راكم تشوفوا. سقدوها مليح. وهنا راح نقلعوا كاع الزوائد. الا كان عندكم هذه تاع البيتزا قلعوا بها، ولا ما كانش عندكم قلعوا غير بالخدمي عادي الموس. يعني نقلعوا كاع هذوك الزوائد. كما قلت لكم العجينه ما لازمش ترقوها بزاف. وراح نجيبوا هذه اللي تقب، راح نتقبوا البيتزا تاعنا. لما كانش عندكم ديروا فرشيطه. هنايا ماشي مباشره غادي ندخلوها طيب، هنا الطريقه تاع الطهي تاعها حنخلوها واحد الربع ساعه كيما هكا، باش ماشي ديريكتومون ورقناها غادي ندخلوها، غادي نخلوها ربع ساعه لا اقل ولا اكثر. ابري نشعلوا الفران تاعنا ونخلوه يسخن مليح ونطيب على نار تكون متوسطه، ماشي ناقصه بزاف، تكون متوسطه. حندخلوها كيما هكا ما نديروا لها والو، يعني قسمة تحمرنا من الجوانب ومن التحت وكاع. شوفوا هنايا قسمة طابت، شوفوا كيفاش تحمرت من الجوانب كما راكم تشوفوا. هنا راح نجيبوا هذيك لاصوص تاعنا، راح نفرشوها كاع على ديك البيتزا تاعنا. انا هنا راح نجيب الخدمي باش نقسمها. انا هاد البلا خرج لي 21 مورسو، يعني نتوما هنايا طريقه التقسيم تاعكم نتوما وكيفاش نتوما وشحال تبغوا من طرف عندكم. راح نقسمها في العرض على 6، في الطول على 6، وفي العرض نقسمها على 3، يعني 3 اطراف. كما راكم تشوفوا. ولا البلاط تاعكم الا كان تعرفوا زعما يلصق بزاف يسيو باش تدهنوه بشويه تاع زيت. هنا راح نجيبو هنايا زيتون مقطع. هذه بيتزا كاري معروفه، يجيب الزيتون البيض فايض هكا مربي، وكل واحد وش يبغي يزيد فيها، مايونيز كاين اللي يبغي، كل واحد على حسب الذوق تاعك. درنا هنايا شويه زيتون كحل شويه زيتون خضر. هنايا راح كنت درت هذاك الزيت تاع الطون درته كاع هكا فوق البيتزا، وراح نبدا هكا نرشش في الطون. تبغوا ديروا كفته، تبغوا ديروا المرقاس، تبغوا اللي تبغوا. هنا راح نوزع كاع هذا الطون على البيتزا تاعنا. راح نرشوا هكا واحد شويه تاع المعدنوس، يعطيه ذوق رائع، يعطيها ذوق رائع عفوا. كما راكم تشوفوا انا جبت الفرماج هذاك اللي ترابا تاع البيتزا، درنا هكا رشات. نجمو تعوضوا الفرماج تعوضوه بالبيض فايض، ودخلتها في الفران غير واحد شويه قسمه تصهد، وهذيك لاصوص تشرب شويه وخرجتها. طولولهاش بزاف يا ربي، 2 دقائق هكا.
اذا وكانت هذه هي النتيجه تاعنا. جات بيتزا رائعه ومقرمشه ما نحكي لكمش. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتنال رضاكم وتعجبكم. ما تنسونيش خوتي بالاشتراك واللايك. نتلاقوا ان شاء الله في فيديو جديد مع وصفه جديده.